عبد الله، هو انا ليه اشتري موبايل فيفو الجديد؟ هو ايه المميز فيه يعني؟ اقنعني وانا اشتريه. خلاص يا سيدي، تعال اقول لك على المواصفات بتاعته وانت احكم بنفسك اذا كان فعلا يستاهل ان انت تشتريه ولا لا. مبدئيا الموبايل ده هو الفيفو في 70. خلينا نبتدي الاول بالتصميم بتاع الموبايل ده، واللي بيجي بظهر مصنوع من الازاز وفريم مصنوع من الالومنيوم، نفس الالومنيوم اللي بيتصنع منه طيارات. فانت عندك فخامه ومتانه مش محتاجين ان احنا نتكلم عنها. كل ده ولسه ما اتكلمناش على اللون بتاع الموبايل بالمناسبه. تعال بقى نتكلم على الشاشه بتاعه الموبايل ده، واللي هي حكايه لوحدها. الموبايل ده بيجي بشاشه 6.59 بوصه بكثافه بكسلات 459 بكسل في البوصه، وبدقه 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل سطوع 5000 نتس تحت اشعه الشمس و2000 نتس جوه البيت. فانت باختصار بتتكلم عن شاشه من الفئه الفخمه، شاشه بتقدم لك كل حاجه انت عايزها في موبايل، دقه وتفاصيل والوان وتشبع، وفوق ده كله بيجي عليها طبقه حمايه متميزه شوت سنسيشن كور. سيبك بقى من الشاشه والتصميم، خلينا نتكلم على واحده من نقاط القوه بتاعه الموبايل ده، وهي الكاميرات. مبدئيا بسم الله، الكاميرات بتيجي بالتعاون مع شركه زايس. بيتهيألي مش محتاجين ان احنا نكمل كلام، بس خلينا نكمل. الموبايل ده بيجي بكاميرتين 50 ميجا بكسل وكاميرا 8 ميجا بكسل. فانت حرفيا بتاخد صور فيها تفاصيل والوان ودقه في جميع ظروف الاضاءه، تخليك تاخد الصوره بتاعتك مستريح، لان اي صوره انت هتاخدها هتطلع جميله. حتى لو انت بتاخدها بالليل في اضاءه قليله، فالمعالجه بتاعه الموبايل ده هتديك صور انت مش هتتخيل انها تطلع منه. وكمان عندك زوم 3x اوبتيكال زوم و100x ديجيتال زوم، والصور بيتعمل عليها معالجه عن طريق الموبايل وعن طريق الذكاء الصناعي، بحيث ان انت لما تشير الصوره الناس تبقى عارفه انت مصور ايه، يقدروا ان هم يشوفوا التفاصيل بتاعه الصوره، مش مجرد ياخدوا صوره ممسوحه وخلاص. وكمان الموبايل بيصور فيديوهات 4K 60 فريم في الثانيه بتثبيت فائق، مهما هزيت ايدك فالفيديو بيطلع ثابت. كل ده مش فارق معاك مش كده؟ طب تعالى بقى نتكلم على الاداء بتاع الموبايل ده، لان اكيد هيفرق معاك. مبدئيا الموبايل ده بيجي بمعالج السناب دراجون 7 جين 4 4 نانومتر، وبيجي بالواجهه الخفيفه جدا بتاعه شركه فيفو الاوريجين او اس. فانت حرفيا بتاخد اداء مستقر طول اليوم في اي مهمه انت بتعملها، سواء انت هتستخدمه في التصفح، في اعمال مكتبيه، في ان انت تتفرج على فيديوهات، او لو حتى انت عايز تلعب عليه بابجي هتقدر تلعب عليه لحد 60 فريم في الثانيه ثابتين ما بيتهزوش. اكيد انت دلوقتي بتقول يا عم اكيد البطاريه بتاعه الموبايل ده تعبانه ومش هقدر استفيد من كل الامكانيات دي، بس للاسف هخيب ظنك واقول لك لا. الموبايل ده بالسمك ده بيجي ببطاريه 6500 ملي امبير، بتشحن شحن سريع 90 واط. يعني باختصار الموبايل هيفضل شغال معاك يومين مستريح، ويوم ما هتشحنه في ولا حاجه. ده غير ان هو بيجي باعلى معيار لمقاومه الماء والاتربه، الاي بي 68 والاي بي 69. وعشان الشركه مهتمه بخصوصيتك هتبعت لك تحديثات امنيه لمده 6 سنين. يعني فيفو بتقدم لك امان على مستوى الهاردوير والسوفت وير. فالخلاصه لو انت عايز تشتري موبايل في فئه الموبايل ده، فانت لازم تحط الموبايل ده في دماغك وبقوه، لان انت لو ما فكرتش في الموبايل ده فصدقني انت هتخسر كتير جدا. بس دي حاجه بسيطه كده عن اللي انت المفروض تعرفه عن موبايل الفيفو في 7. لو انت بقى عايز تعرف اي حاجه تانية عنه عرفني في الكومنتات، ولو عايز تعرف سعره اكتب لي بس عبد الله في الكومنتات وهبعت لك سعره على طول.